دي اول كلمه. مين اللي بحبه ايه ده؟ شوف بقى من اول. انا مبسوط قوي يا اسطى. اول كاميرا جيبها حرفيا، اول كاميرا يا جدعان. دي اول كاميرا السوني زي في اي 10. معايا اخويا ايمن واسامه اللي بيصور. النهارده 18/4/2025. احنا في البوخ ماركت، الناس قاعده تبيع حاجات. اول حاجه اصورها بالكاميرا. لسه مش متعود على فكره ان انا ابقى ماسك كاميرا، لسه مش متعود على فكره ان انا عندي كاميرا اساسا. ايمن في الغيبوبه. ايمن مغايب. طيب النهارده احنا كنا بنزور طيب النهارده احنا كنا بنزور فلوج، مش بنصور فلوج، لا احنا كنا بنزوره عشان طنطاوي حابب ان هو يصور فلوج. هصور فلوج. الفيديوهات بتاعتي الحاجات دي. اول حاجه بدانا بيها هو الفلو ماركت، او اللي هو ايه زي سوق الجمعه كده، بيبقى فيها خردوات او ادوات مستعمله، اجهزه مستعمله، كل الكلام من ده. ما كانش القناه ديت في قناه ميجا ايديا القديمه، بس اللي يقدر يشرح عنه اكتر عشان هو دلوقتي اللي ماسك موضوع شرح كل فسفوسه في المانيا هو عبد الرحمن اللي واقف بيصورني ورا الكاميرا. انا مش عارف اذا كنت انا هنزل الفيديو ده ولا لا بصراحه. هتنزله معايا طنطاوي ومعايا اصحابي، وبعدين استغل برضو الفرصة. المشكله مش في كده، المشكله في السيتنجز بتاعه الكاميرا. انا لسه جايب الكاميرا دي من يومين. ظبطها لك ما تقلقش، والله الفيديو هيطلع حلو. واحد على 80 وايزو وضارب. ايه واحد على 80؟ واحد على 80 شاتر سبيد. مش مشكله، مش هتفرق كتير قوي. بس انا كان نفسي ان اول فلوج انزله يبقى شكله حلو. ليه اسمها خيا؟ Beste Leute hier, alles Müll, Scheiß, verkaufen. معلش فيرمون. زي ما انتم شايفين برضو في حاجات قديمه جدا، زي اللي هو بتاع مكنه الكتابه القديمه خالص. في ساعات، في عجل كتير يجي هنا. انا اول مره اشوف حاجه زي كده. في راديوهات، في كاسيتات، برضو موبايلات قديمه، لابتوبات قديمه، حاجات دراعات، مش عارف ايه. يا اسطى بيقول لك كلها جزم من المسجد. والله كل واحد عمال بيقول لك الجزم دي احنا سرقناها من المسجد. صباح الفل يا جدعان. لقيت الميكرويف اللي عليه كيبورد، انت بتكتب له بالظبط. انت ده كاسيت. انا كنت فاكره ميكرويف عليه كيبورد تكتب له مثلا احلامك، بس ده كان كل يوم يصحى الصبح ينزل تحت يلاقي عربيه ال 128 الراديو بتاعها مسروق. انا كانوا بيسرقوا الجنوط بتاع العربيه بتاعتنا او البطاريه. صحيت قبل كده البطاريه مسروقه يا اسامه كتير. بابا كان بيشيلها وياخدها معاه فوق. الحاجات دي شكلها كلها مسروقه. ايه ده؟ ايه يا جدعان بيتهيألي انا شايف عجلة مؤمن اتسرقت من سنة ونص. بتهزر؟ انا بيتهيألي دي عجلة مؤمن. العجلة اللي عليها برمودة دي عجلة مؤمن؟ انا مش فاكر بصراحة، بس شكلها عجلة مؤمن. انهي عجله؟ هي العجلة اللي قدامنا دي الزرقاء؟ هي دي. بس العجل حلو قوي يعني. دي شكلها عجل مسروق. انا قلت والله يا جدعان، والله قلت ده عجل مسروق، وبيتهيألي عجلة واحد صاحبي اتسرقت منه من عن سنة ونص تقريبا، بتتباع هنا. راديو برضو تاني اهو. الراديوهات دي يا جدعان محساني ان انا راكب تاكسي. الحاجات دي بتفكرني بالتكوسه. انا حاسس ان البتاع ده فيه عداد على جنب يا اسطى. شغال. طيب عايزين نجيب اكل لحمه حلال ولا اقول لك انت هتطبخ لحمه على الفطار؟ احنا عايزين نروح نفطر الاول، صح؟ نفطر دلوقتي بس الاول. هو ده اللي هنفطره. انت هتفطر نودلز؟ ليه كده؟ ده في ريدل اهو. هو دي من ضمن البلان بتاعت امبارح ان احنا مظبطين هنجمع الحاجه ونعمل اكل الماني. الماني؟ انا عايز اعمل اكل بولندي. لما تجيلي بقى في الشيك نبقى نعمل اكل بولندي. بعد ما خلصنا لفينا شويه، اكتشفنا ان هو مفيش حاجات كتير قوي. خدنا الباص وطلعنا ان احنا نشتري اكل عشان احنا كنا عايزين نفطر. فحبينا ان احنا بقى نتحرك ونروح بيني او نروح اي سوبر ماركت نشتري من عنده شويه حاجات كده، بيض وبتاع ومش عارف ايه. احنا ايه البلان بتاعتنا دلوقتي؟ رايحين بيني؟ عشان كبار. رايحين بيني نجيب شويه حاجات، نجيب شويه اكل، بيض وبتاع وكلام من ده عشان نفطر. بياخد كورس فلوج عنده. صورني وانا بمسك How to be a vlogger 101. انا برضو مش شخص كان بيقعد يتفرج على فلوجز. منين عايز تعمل حاجه انت مش بتستهلكها؟ يعني فلنقل مثلا انت ازاي عايز تبقى بتعلم حد مثلا سواقه العجل وانت ذات نفسك ما بتسوقش عجل، او تعمل بيتزا وانت عمرك ما اكلت بيتزا قبل كده، مش تعرف ايه الصح وايه الغلط. فدي حلوه ووحشه في النقطه بتاعت ايه؟ واحد حلوه من ناحيه ان انا هيبقى بعمل الحاجه ليها طعم
وليها احساس ان انا بعمل الحاجه دي بالستايل بتاعي، بالطريقه بتاعتي، باسلوبي، بطريقه تفكيري، من غير ما اكون متاثر بشخصيه حد، من غير ما اكون متاثر بشخصيه طنطاوي، بشخصيه كيسي نايستات، بشخصيه حازم الصديق، بشخصيه اي حد عموما بشكل عام بيعمل فلوجز. ايه البلان دلوقتي؟ نطلع البيت، نطلع البيض ايه؟ نطلع البيت نعمل بيض، نطلع البيت نعمل بيت. بالظبط. هو ده البيت بوكسينج. ولا اني ابقى بعمل حاجه عباره عن ستوري تيلينج، بحكي قصه، بتكلم مع الكاميرا بقول والله في 1 2 3 مثلا حصل كذا كذا، وواحد برضه يبقى بياخد معلومه، لان انا بحاول ان انا فيديوهاتي في الاخر تكون مفيده، او ان الواحد لما يتفرج على الحاجه دي يكون خرج على الاقل بمعلومه واحده مفيده في الاخر. مش عارف، انا الفكره كلها اساسا ان انا عمال بصور ومش عارف حد هيتفرج على كل الكلام ده ولا لا. انا مش عارف انا هقصقص قد ايه، الناس ممكن تستقبل حاجه زي كده ازاي. اللي انتوا شايفينه هنا ده كاي ماركت، اللي هو سوبر ماركت تركي، المكان بقى اللي بنجيب منه اللحوم الحلال وكده، لان الواحد ما بيقدرش يشتري لحوم حلال في العادي من السوبر ماركتات العاديه. ممكن نجيب كيسين عيش؟ هات 3 يا عم. شكله احلى ولا ايه؟ هو بس اعتقد ده اكبر شويه. ده طري كده. خلاص هات اللي معاك متحمس اكتر. في حاجات هنا زي الاسكريم، كلها حلويات تركيه، لان المحلات العربي اللي فيها اللحمه الحلال بتبقى تركي وبتاع. شاي، وادي اللحوم معايا. عايزين نجيب فول. انا بسبب ان انا كنت بصور في الموبايل الاول فما بقيتش ابص على اساس ان اقعد اقلب وبتاع. المهم يعني ادي الفول، فيديو تعليمي، انا هرجع للتعليم. في فيديو فول بيقول لك بالخلطه المصريه، وفي حاجات مش عارف اللبناني ومش اللبناني، بس احنا عايزين نجيب فول، وفي فول مع ترمس. مش عايزين فول مع ترمس، غالبا هنجيب ابو فول ابو الخلطه المصريه ده، ممكن نجيب لنا 2 ولا حاجه عشان مع البيض يبقى بفول وبيض. عايز اقول برضو ان هنا في سمنه، اللي بيحب يطبخ بالسمنه في سمنه هنا برضو. معلومه سريعه، السمنه بالانجليزي وبالالماني اسمها GHEE او GHEE. ده اسمها السمنه، يعني عشان لو حد بيدور على سمنه او كده حاجه من الحاجات دي يبقى عارف اسمها، لان مش شرط تلاقي سمنه غير في المحلات، لا حتى المحلات الالمانيه بيبقى فيها سمنه برضه، بس دوروا على جي لان ما اسمهاش سمنه طبعا. كنت انت تعليمي بحت، ما بعرفش ان انا ما اقولش معلومه، بحس ان انا هدفي في الحياه ان انا اشارك معلومات حاجات اتعلمتها. هنا كنا بنحاسب خلاص على الحاجات اللي احنا طلبناها، ومروحين بقى البيت عشان نعمل الفطار بتاعنا. قاعدين في المطبخ دلوقتي، احنا بقالنا شويه قاعدين هنا، كنا بنشحن بطاريات لان البطاريات مش عارف فصلت في نص الطريق، فاحنا قاعدين دلوقتي شباب في المطبخ. انا هخش لكم دلوقتي، تعالوا نبص كده ايه اللي بيحصل هنا. ايوه البيرول، قطع انا بس بص ايه يا ايمون؟ ايه اهو انت طبعا الناس عارفين بطل قوي، في كاميرات كتير. انا مستني بس النار سمنه بلدي، امي مديها لي من المنوفيه. مستنيين الفول يسخن، بس هو ما بانش حاجه اصلا. لا بنت، بس هو عشان اللي هي الموجه اللي انا عملتها دي، اللي هي يلا. ايوه 2 كيلو ولا حاجه، وال2 كيلو دول كلهم عايزين واحد بس هو اللي يدخل. بصوا الزبده بقى والسمنه والفول والبيض، الله 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 ما شاء الله. مسحها بقى في الطاسه وهو يصور عادي، مسحها في الطاسه. ايوه خلاص ماشي. شوف بقى ده، بس احنا عايزين النشر اللايف ليه؟ ما هو باللون كده شكلها حلو. في حياتي بس يجي عند الطبق ده. بص ينفع اكسر بيضه؟ امسك كده. ايه ده تصدق؟ فعلا برنامج اسمه توب شيف الوطني. الواد اللي طلع فيه اللي هو اسمه شيف مرقص ده. لا واحد مسلم اسمه، المهم يعني لا الناس اللي من ضمن الكونتستنتس كان فيها الواد اللي هو بيصعب كل الاكل ده، عارفه؟ لا مش ده، لا عبيد كبده. ايه؟ هو ده اللي انا بحب اعمله، يستوي شويه. ما حطيتش الزبادي يا كابتن. شفت بقى عشان الشخص اللي قاعد واقف جنبي ده لساني. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. مين اللي بحبه من 50 من الثانية. دلوقتي احنا يا جماعة نازلين في مغامرة جديدة. ابعد شوية عشان الناس دي يا جماعة هتيجي معايا دلوقتي في رحلة. تعالوا نشوف. لازم اصورك. طب بقول لك ايه، ما تسجل لي حاجه احطها انترو للفيديو. دخلنا ريفا. انا مش عارف احنا دخلنا ريفا ليه الصراحه. الواحد فعلا في العادي بيجي المحلات تبقى ماشي كده وتلاقي سوبر ماركت جنبك فتلاقي نفسك عطشان مثلا فتقوم داخل السوبر ماركت. انا لازق في الكاميرا. بص انا همشي كده يا رجاله، اللي عايز يكلمني ويوريني واللي يفرجني يدحرجني. طيب يا جماعة دلوقتي أيمن كان جايب كتاب اسمه حاجة اسمها ايرون مان، يعني هو بيجروا كتير وبعدين عجل وبعدين سباحة. تمام. أيمن خلص قراية، لا قرا عناوين الصفح والكتاب يعني كده. أيمن بقى كان بيقول إيه بقى؟ أنا عايز حبات بنادول. ايمن هم بعد ما يخلصوا البتاع دوت قدرتش خلص. أنا تعبت 120 يوم في الكتاب تعبوني. يوم طويل جدا 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 بجد. ما كنتش اتخيل ان هو هيبقى طويل كده. صورنا الفلوج بتاع طنطاوي. اعتقد ممكن تروحوا تشوفوه، هحط اللينك هنا فوق في الشانل بتاع طنطاوي، الفلوج بتاع طنطاوي. هو قاعد دلوقتي بيلم حاجته، فاحنا هنكمل. هو مضطر وراه التزامات طبعا، وما شاء الله عليه متجوز وفاتح بيت وعنده اولاد وكده. احنا لسه صياع ولسه بندرس والكلام ده، فاحنا يومنا لسه هيكمل شويه لان الشمس لسه طالعه. الغروب ما شاء الله ممتاز، يعني حاجه جميله ما شاء الله الحمد لله يعني، وسبحان الله وكل الحاجات الحلوه دي. مش عارف الفلوج ده اساسا، الفلوج ده طويل قوي. احنا من الصبح هنا بقالنا 12 ساعه تقريبا بنصور او حاجه زي كده بس. خلينا نكمل نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب الدنيا بدات تبرد. مش تبرد بس يتظلم يا دوبك اروح عشان انا ام الصبيانه تيجي تاخدني. طيب اشكرك حبيبي، فلوج رائع. خش اشتمني في الكومنت بعد ما اديت الفيديو ده. عنده مش عندي يعملوا لي سبسكرايب. طنطاوي مشي فما بقاش فيه بلان. دلوقتي احنا افتكرنا ان بكره الحد يوم الاثنين اجازه رسميه، فالمحلات هتبقى قافله فما فيش اكل. فعشان كده احنا دلوقتي عايزين نلحق ناخد عجله عايزين نلحق ناخد عجله وبعدين نروح نشتري اكل عشان بكره. وطبعا المطاعم غاليه يعني مش هينفع ناكل مطاعم وبتاع. المهم يعني رجعنا للجري. غالبا لو عم بعمل فلوجات لوحدي هتبقى كلها كده عشان انا حياتي عباره عن كده. اهو العجله اهو، حبايبنا كلهم. الحمام عامل معاه الواجب، بس يلا ناخدها عشان نلحق المحل. وصلنا بيني او ما وصلناش بيني، يعني احنا وصلنا المول اللي فيه بيني عشان احنا جبنا اكل الصبح بتاع الفطار بس ما جبناش حاجات الغدا وكده. فالحمد لله المحلات اهو، المحل بتاع الصبح اهو التركي وتيجو تو بيني. يلا بينا نخش نجيب الحاجات بقى. ايمن عنده تشانل طبخ او بيج طبخ. ايمن سريعا كده عشان الفيديو يبقى فيه اي معلومه مفيده. ايوه. احنا دلوقتي جايين المانيا، عايزين نعمل حاجات خفيفه او عايزين نعمل اكل عموما. انت ممكن تدينا ايه مثلا نعمله اكل؟
الطلاب يعني حاجات سهله. احسن حاجه حاجات سهله ان الواحد يسلق. يعني انا مع نفسي يعني انا بحب ان الواحد يعمل رز، وجنب الرز ان هو يسلق فرخه او يسلق لحمه. دي حاجه سهله جدا ما بتاخدش وقت على فكره. الناس ممكن تشوفها كبيره بس هي حاجه سهله فيها قيمه غذائيه كويسه جدا، ويقدر ان هو كمان يستخدمها للجيم بتاعه. هو سلق اللحمه خلاص معاه شوربه ومعاه رز، ويقدر يعمل جنبها سلطه مثلا. بهارات ايه؟ البهارات انت ممكن تخليها بملح وفلفل اسود بس عشان ما تضيعش وقتك مثلا، ان انت ما تحسش ان في هسل. ده في البدايه. عايز بقى تبدا تبدع، هتبدا بقى تعمل من الشوربه دي تستخدمها في بسله في فاصوليا كده، فانت كده عملت اكل اعملها في رز. خد شوربه الفراخ او اللحمه عايز دي تعمل اكل البيت اسلق بيها رز او اعمل بيها الرز. بالظبط. تاني حاجه المكرونات هتجيب الوايت صوص هنا موجود ورخيص جدا، وغير مصر. في مصر الكريمه غاليه قوي، هنا الكريمه سعرها كويس للطلاب. وتقدر تجيب مكرونه بس وتحط شويه بهارات على المكرونه ومشروم، تقدر تقطع عليها فراخ، تقطع عليها لحمه مثلا بتاعت شاورما. فالموضوع برضه بيبقى سهل وسريع. او السمك برضه تحمره على طول سلمون مثلا، وتحط عليه كريمه وشبت وليمون وحاجات كده. في حاجات كتير تخلي الواحد ما يضيعش وقت في المطبخ، في نفس الوقت يعملها في طاسه واحده مثلا او حله، ويسلق حاجه ثانيه في حله وخلاص، ويغرف وياكل، ويكون فيها قيمه غذائيه كويسه وبس. زي الفل. جميل. حاجه كويسه بالدراسه. خلونا بقى نلحق نجيب الحاجات من المحل قبل ما يقفل، عشان ايه خلاص هيقفل. طيب اول تحدي للكاميرا دي في الضلمه، يا دوبك لحقنا ان احنا نجيب اللي شايفين الكيس ده كله اكل وبتاع. سلمون ولا سمك؟ مش سلمون، هو نوع من انواع السمك. رايحين بقى دلوقتي نطبخ ونظبط الدنيا ان شاء الله. رجعت البيت خلاص. انا مش عارف انا هعمل فلوجز تاني ولا لا بصراحه، عشان الموضوع كان مرهق النهارده. انا مش عارف الصراحه الواحد بعد كده هيعمل فلوجز تاني ولا لا. طنطاوي طبعا اضاف لي حاجات كتير، شكرا طنطاوي حبيب قلبي على الاضافات والمعلومات. اتعلمت حاجات كتير قوي النهارده، على التصوير، عن الكاميرات، عن الفلوجينج، عن اليوتيوب، كل الحاجات دي. بس الموضوع مرهق، مش هكدب عليك، الموضوع مرهق قوي. يعني انت بالنسبه لك بفتح الكاميرا وبوريك يومي عامل ازاي وبقول اي كلام خلاص قدام الكاميرا، بس قصه ان انت بتحاول ان يبقى في محتوى، في حاجات بتحصل. لان في العادي الواحد بينزل بيجيب اكل مثلا، بياكل، بيبقى قاعد مع اصحابه وخلاص، مفيش بقى اكتيفيتيز وتروح مكتبه وترجع من المكتبه، كل الحاجات دي. فالموضوع الصراحه متعب شويه. هو اول فلوج اعمله، معرفش اعمل زي ما بقول واحد تاني ولا لا، بس المهم احنا خلاص. ايمن قاعد بياكل اهو، وايمن تعب اكل الصبح اللي اتبقى من البيض البسطرمه بتاع الصبح. ايوه. خلاص يعني غالبا يومنا خلص. اللي منكم لسه بيتفرج لحد النقطه دي انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. اشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله من نوع اخر. غالبا انا قاعد بحفرك كده في الفيديوهات اللي ممكن اعملها، بس ايه، سلام عليكم.